قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد 13 من نوفمبر تشرين الثاني لعام 2022 المقدمة من الناشط عبد الله فيروز بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد لمدة 3 سنوات. وأوضحت المحكمة أن سبب حبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ بكفالة لحسن السير والسلوك عن العيب فالذات الأميرية في الشكوى المقدمة من عبد الله فيروز. والجدير بالذكر أن المحكمة قد أصدرت محكمة الجنايات الكويتية في عام 2012 حكما يقضي بحبس الإعلامية فجر السايد لمدة سنة. ترخيص والكاتب نبيل الفضل مدة سنة لكل منهما مع وقف النفاذ بدفع كفالة 1000 دينار وإغلاق قناة سكوب لمدة 3 أشهر في القضية المرفوعة من وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد. وفي 20 من مايو أيار لعام 2022 أغلقت قناة سكوب الفضائية للمالكة الإعلامية فجر السعيد بحيث نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن سبب إغلاق القناة. وقالت فجر السعيد أن سبب إغلاق القناة بأنها كانت تمر بأزمة مالية جعلتها تتخذ قرار بإغلاق تلفزيون سكوب بعد 12 سنة إرسال. وأيضا في 16 من يونيو حزيران لعام 2022 قامت الإعلامية فجر السعيد بإغلاق حسابها على تويتر بشكل مفاجئ والذي يتضمن أكثر من نصف مليون متابع. وكشفت في تغريدة لها على تويتر أن التوقف سوف يكون لأجل غير مسمى وحينما هاجمها أحد المغردين موضحة أن ذلك سوف يكون لكتابة مسلسل وهو ليس لاعتزال، مبينة أن الوعد سوف يكون بعد عودتها. وتعتبر فجر السعيد من أبرز الإعلاميات في دولة الكويت إذ لها حضور لافت على القنوات الكويتية المختلفة وكذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقوم بنشر تغريداتها والتي عادة ما تكون مثيرة للجدل وتحمل انتقادات كثيرة لنواب مجلس الأمة الكويتي. يذكر أن الإعلامية فجر السعيد بدأت مسيرتها في عام 1997 كمقدمة برامج وكاتبة قصص وسيناريو وحوار منتجة أعمال فنية. وقد نالت جائزة أوسكار للإبداع الإعلامي من مهرجان نجوم الفن والإعلام في عام 2021. وفي ليلة رأس السنة الميلادية لعام 2019 دعت السعيد إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل واستثمار رؤوس الأموال العربية فيها. كما أضافت أيضا في تغريدة لها عبر تويتر: أتوقع السنة الميلادية الجديدة لعام 2019 سوف تكون بإذن الله سنة خير وأمن وأمان. وبهذه المناسبة السعيدة أحب أن أقول لكم أني أؤيد وبشدة التطبيع مع دولة إسرائيل والانفتاح عليها والانفتاح التجاري وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة وخاصة السياحة الدينية للأقصى وقبة الصخر وكنيسة القيامة. وفي 9 من يناير عام 2019 أجرت السعيد مقابلة مع قناة كان الإسرائيلية وكررت دعوتها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وحول السلام بين الشعوب العربية وإسرائيل. كما انتقدت أيضا الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 14 من مارس آذار عام 2019 أثناء تصعيد عسكري إسرائيلي على قطاع غزة.